السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنخش في يونت 7 سنة تانية. ان شاء الله المنهج يكون لذيذ واحدة واحدة مع بعض، وهدفنا طبعا التبسيط. بدون مقدمات كتير يلا بينا نبدأ. يونت 7 عندنا قاعدة مهمة جدا، ألا وهي جملة الأمر. جملة الايه يا شباب؟ جملة الأمر. بالانجلش اسمها ايه؟ اسمها imperative. imperative. تمام. بتتكون بقى من ايه يا مستر؟ جملة الأمر الجميلة دي. جملة الأمر أنا هدي قبل أي شيء هدي جملتين، وإحنا نحدد فين فيهم جملة الأمر ومين فيهم الجملة العادية. لما أجي أقول إيه؟ سامي وليكن مثلا eats fish. حلو، سامي eats fish. الجملة التانية أقول eat fish على طول. من وجهة نظركم ايه الجملة؟ فين الجملة اللي تحسوا ان هي غريبة، خارج عن المألوف؟ طبعا يا مستر الجملة التانية غريبة جدا. ليه؟ علشان الجملة الأولى يا مستر هي جملة صحيحة بنسبة 100%، علشان بادئة بفاعل، بعد كده فعل، بعد كده مفعول يا مستر. فدي جملة عادية زي اللي احنا بنكتبها في الباراجراف عادي خالص. أما الجملة اللي تحت بدأت بفيرب يا مستر، بفعل، بعد كده المفعول، يبقى معنى كده يا مستر إن الجملة اللي تحت هي الأقرب إنها تكون جملة الأمر، ودي حقيقة. علشان جملة الأمر يا شباب يلا بقى نتعمق شوية فيه. جملة الأمر بتتكون من إيه؟ تعالوا نشوف. أنا عندي جملة الأمر جملة لا تحتوي على فاعل، يعني ما فيهاش ولا آي ولا هي ولا شي ولا إت ولا وي ولا يو ولا زي، ولا حتى اسم مفرد أو اسم جمع. طب بتبدأ بإيه يا مستر؟ الجملة دي لازم تبدأ بفعل في المصدر على طول، بعد كده كمل بقية الجملة عادي خالص. زي إيه يا مستر؟ طب ما تديني مثال. أقول لك يلا بينا. لما نيجي نقول مثلا نقط بين قوسين drink، نخليها كابيتال عشان أول حرف في الجملة لازم يبقى كابيتال. drinks orange juice. ها، نمسك كده اول الجمله. اول الجمله هل انا لقيت فاعل؟ لا. هل لقيت اي؟ لا. طب هي شي ات وي يو زي؟ ما لقيتش اي حاجه من دول يا مستر. يبقى دي جمله ايه؟ جمله امر. بتبدا بايه؟ لازم تبدا بفعل في المصدر. طب ما يلا يا مستر المصدر من كلمه درينكس، لا درينك بس. تمام. طب مثال تاني يا مستر. لما نيجي نقول مثلا نقط بين قوسين ate healthy food، كل طعام صحي. نمسك برضو في أول الجملة. هل أول الجملة لقيت فاعل؟ لا يا مستر، ده أول الجملة فاضية، مفيش ولا آي ولا هي ولا شي ولا إت ولا وي ولا يو ولا زي ولا مفرد ولا حتى جمع. يبقى معنى كده إن دي جملة أمر لازم تبدأ بفعل في المصدر. المصدر من آت طبعا إيت. أظن إن الموضوع لذيذ أهو. طب يا مستر لو أنا عايز أنفي، يعني فوق أنت قلت لي كل كذا، طب لو أنا عايز أقول ما تاكلش كذا أقولها إزاي؟ هنا بقى نخش في النيجاتيف أو النفي. أنا هنا بنفي بكلمتين، لا أنفي بكلمة اسمها don't وأكيد يجي بعدها مصدر، الموضوع سهل أهو. أو أنفي بكلمة أقوى من don't. إيه ده؟ هو في أقوى من don't؟ في كلمة اسمها never وبرضه يجي بعدها الفعل في المصدر. طب يا مستر ثانية واحدة، يعني يعني أول حاجة كلمة دونت ومفيش قبل دونت ولا اي ولا وي ولا الكلام ده، مفيش خالص فاعل. ما احنا خلاص اتفقنا ان الجملة اولها ما فيهاش خالص فاعل. طب يلا يا مستر بقى اديني ايه مثال كده علشان اعرف افهم اكتر. لما نيجي نقول مثلا نقط not eat unhealthy food. طب يلا بينا. هنا انا لقيت جملة امر. طب عرفت منين يا مستر اللي دي جملة امر؟ اولها مفيش فاعل، ولا اي ولا هي ولا شي ولا اي حاجة من الحاجات اللي بتدل على الفاعل دي. طب يا مستر دي جملة امر بتبدأ بفعل في المصدر، بس انا هنا لقيت نوت، وانا هنا لقيت نوت يبقى هنفي دونت ودازنت. طب ماشي، مين اللي فيها كلمة نوت؟ طبعا دونت، يبقى دونت الاقرب فاقول دونت. ولو قلت نيفر برضو مش بطال، مش غلط يعني، فيها ادنى مشكلة.
يبقى تاني يا شباب، جملة الأمر هي جملة ما فيهاش فاعل خالص، بتبدأ على طول بفعل في المصدر وأكمل بقية الجملة. طب يا مستر لو عايز هنفي بكلمتين، لا ننفي بدونت يجي بعدها مصدر، أو كلمة نيفر ويجي برضو بعديها الفعل في الإيه، في المصدر. ماشي كده احنا خلصنا القاعدة الأولى. نخش يلا بينا على القاعدة التانية. مين هي بقى يا مستر القاعدة التانية؟ القاعدة التانية هي قاعدة النصيحة. قاعدة مين؟ النصيحة، أو بيقولوا عليها الأدفايس. جميل جدا. طب إيه يا مستر يعني إيه نصيحة أصلا؟ نصيحة يعني حاجة أنا ممكن أعملها وممكن ما أعملهاش. طب لو ما عملتهاش هل هيحصل لي أي حاجة؟ ولا أي حاجة. زي لما أجي أقول يجب عليك إنك تلبس التيشيرت الأزرق، طب لو ما لبستوش هيحصل لك حاجة؟ ولا أي حاجة، علشان دي نصيحة ممكن أعملها وممكن لأ. زي اقتراحات كده، بقترح عليك انك تعمل حاجة، ممكن يبقى شكلك احسن لما تلبس التيشيرت الازرق، بس مش هتموت يعني لو انت ما لبستوش، مش هيحصل لك حاجة يعني. النصيحة يا مستر بقى بتتكون من ايه علشان ما نكترش كتير في الكلام؟ النصيحة بتتكون من كلمة should او كلمة shouldn't. كلمة should او كلمة ايه يا مستر؟ shouldn't. طب يجي بعديهم ايه يا مستر؟ بيجي بعديهم الفعل في المصدر. طب هي should معناها ايه؟ يا سلام، سهلة وبسيطة. should معناها يجب. طب shouldn't معناها ايه؟ لا يجب. ايه ده يا مستر، انا حاسس ان احنا خدناها الترم الاولاني. طبعا خدناها في المبني للمجهول. هنا بقى الحمد لله معلوم عادي بقى، من غير ايه لخبطه ولا اي حاجه، الفاعل موجود في الاول. طب اديني يلا يا مستر مثال، يلا بينا. لما نيجي نقول you should مثلا نقط wears a blue t-shirt. يجب عليك تلبس التي شيرت الازرق. طب يلا، انا لقيت كلمة should اللي معناها يجب، اول ما اشوفها يجي بعدها الفعل في المصدر يبقى وير بس. طب يا مستر اديني مثال كده بقى ايه اصعب شوية. ماشي حاضر. لما نيجي نقول مثلا I advise you not to go to that park، ويديني بين قوسين كلمة shouldn't. ده ريرايت ده يا مستر اكيد. لما اجي اقول لك انا بنصحك انك مش تروحي لهذه الحديقة، يبقى معنى كده ان دي نصيحة. طب عرفت منين اللي دي نصيحة؟ علشان حاجتين، لقيت كلمة advice ولقيت كلمة shouldn't. طب ما يلا بينا. هو انا بنصح مين؟ بنصحك انتي او انت، يبقى you، وانزل shouldn't يبقى انت لا يجب. فين الفعل في المصدر هنا؟ طبعا جو، تذهب to that park. لا يجب عليك انك تذهب الى هذه الحديقة. اظن الموضوع سهل وبسيط. يبقى تاني احنا النهاردة خدنا كام قاعدة في يونت 1؟ خدنا يونت 7 ولا ايه؟ خدنا قاعدتين. القاعدة الاولى هي قاعدة الامبيراتيف او جملة الامر، هي الجملة اللي ما فيهاش فاعل، ببدأ على طول بفعل في المصدر. ولو هنفي بكلمتين، don't يجي بعدها مصدر او never يجي بعدها مصدر، وعرفنا ان never اقوى شوية من كلمة don't. النصيحة should يجب، shouldn't لا يجب، يجي بعدين فعل في المصدر. الموضوع سهل وبسيط. نخش بعد كده بقى على نحل شوية تدريبات من كتاب المعاصر ونرجع لكم تاني. ماشي. دلوقتي احنا داخلين في كتاب المعاصر بيج 22. دي الأسئلة اللي تيجي في كتاب الامتحان بتاع اللي هو التقييمات اللي موجودة في كتاب الوزارة، وكمان كتاب الوزارة العادي اللي هو ستودنت بوك. ماشي يلا بينا نحل كده الأسئلة واحدة واحدة. It is a good idea to eat breakfast before school. من فكرة جيدة، إنها فكرة جيدة اللي احنا ناكل الفطار قبل ما نروح المدرسة. وعايز أدخل كلمة should يجب. طب ما سهلة، يبقى you should أنت يجب. فين الفعل في المصدر؟ eat تأكل. تأكل ايه؟ breakfast before school، وأكمل بيت الجملة. طب يلا الجملة التانية. It isn't good ليس من الجيد to forget your homework إنك تنسى الواجب بتاعك. وعايز أدخل كلمة don't. كلمة don't دي جملة أمر يا مستر، لازم أجيبها في أول الجملة عشان مفيش فاعل، فهقول don't. فين الفعل في المصدر؟ forget تنسى. don't forget، وأكمل الجملة اللي هي your homework.
طب نكمل. Don't stay up late every night. لا تبقى متأخرا كل ليلة. وعايز ادخل كلمة shouldn't لا يجب. طبعا انا هنا don't دي جملة امر، اولها مفيش فاعل، انزل من عندي الفاعل you انت، وانزل shouldn't زي ما مطلوب مني، وانزل الفعل في المصدر اللي هي stay up، واكمل بقية الجملة. بس خلصت كده. طب يلا نمبر 4. if I were you. كلمة if I were you دي حالة if اللي بتيجي علشان أنصحك. لو أنا مكانك I would ask my teacher for help. كنت هطلب مساعدة أو كنت هطلب المدرس بتاعي مساعدة. جميل. عايز أدخل كلمة should، يبقى هقول إيه؟ أنا بنصحك. لو أنا مكانك يبقى هقول أنت، يبقى you should. أنت يجب عليك. أنت يجب عليك إيه؟ ask تطلب أو تسأل. your my طبعا هتتحول ليور علشان هنا بقول you. teacher وأكمل بقية الجملة for help. يجب عليك إنك تطلب من مدرسك مساعدة. سهلة وبسيطة اهي. ماشي. نمبر 5. don't talk when the teacher is explaining. يعني ما تتكلمش لما المدرس بتاعك بيشرح. عايز ادخل كلمة shouldn't. ماشي. توكلنا على الله. طبعا دي جملة امر عشان بادئة بدونت وما فيهاش قبلها فاعل. هقول من عندي انا you عشان ما عنديش فاعل، وانزل كلمة shouldn't اللي معناها لا يجب، وانزل الفعل في المصدر اللي هو talk لا تتحدث، واكمل بقى بقية الجملة لحد explaining. طب يلا نخش على نمبر 6. It's important to wake up early to be able to catch the school pass. يعني من المهم ان احنا نستيقظ بدري علشان نقدر ان احنا نلحق الاتوبيس المدرسة. وعايز ادخل كلمة should. طب ماشي. يبقى هبدأ برضو انا ما عنديش هنا فعل فهنزل من عندي you. you ايه؟ should يجب عليك. طب يجب عليك ايه؟ فين الفعل في المصدر؟ wake up، وانزل بقية الجملة. سهلة وبسيطة اهي. يلا الجملة نمبر 7. don't forget to check your timetable every morning. يعني ما تنساش انك تفحص جدول مواعيدك كل يوم الصبح. وعايز ادخل كلمة remember. الجملة دي فيها تريك شوية، يعني فيها لعبة شوية. هنا عايزني احط كلمة remember تذكر، وهنا معناها لا تنسى، ودي جملة امر، وانا برضو عايز ابدأ بجملة امر عشان مديني كلمة remember يتذكر. ده فعل في المصدر عايز نبدأ بيه في الأول عشان حاطط لي فيه أول حرف كابيتال. طب ما سهلة. بدل ما أجي أقول ما تنساش تفحص، طب ما أنا عايز أقول إيه؟ افتكر إنك تفحص. يعني أنا هقلب الجملة من منفي لمثبت، فهكتب كده، هكتب remember تذكر. طبعا دي جملة أمر لازم أبدأ بفعل في المصدر to check، وأكمل بقى بقية الإيه؟ الجملة. جملة فيها تريكات صغيرة بس يعني الموضوع لذيذ يعني. ما تهبطش، سهلة إن شاء الله. يلا نمبر 8. you shouldn't eat in the classroom. لا يجب عليك إنك تاكل في الفصل. وعايز أدخل don't. دي جملة أمر يا شباب. جملة أمر يعني لازم أنزل don't الأول من غير فاعل، وأنزل بعدها الفعل في المصدر اللي هو eat، وأكمل بقية الجملة والموضوع انتهى. يلا نمبر 9. don't be late for school. ما تكونش متأخر على المدرسة. وعايز انزل never. طب ما انت يا مستر قلت لي ان never هي اقوى من don't، بس نفس الفكرة بالظبط. يبقى هشيل don't واحط never، واكمل بقية الجملة عشان be ده المصدر بتاع am was were. نخش على نمبر 10. if I were you. ايه ده يا مستر؟ جات لي دي قبل كده، مش if I were you لو انا مكانك. دي بتيجي للنصيحة اكيد. I would make a study plan. لو انا مكانك كنت عملت ايه؟ خطة مذاكرة. وعايز ادخل كلمة should يجب. يبقى you you ايه؟ should يجب عليك. طبعا الجملة دي كلها اصلا بتساوي كلمة should فمش فارقة معايا. انزل بقى الفعل في المصدر اللي هو make، واكمل بقية الجملة as study plan. يلا نمبر 11. don't talk loudly during class time. ما تتكلمش بصوت عالي اثناء وقت الفصل. وعايز ادخل كلمة shouldn't. انا لقيت don't في الاول، يعني دي جملة امر، عايز احولها ل shouldn't جملة عادية، فلازم ابدأ بيو، وانزل كلمة shouldn't لا يجب، وانزل الفعل في المصدر اللي هو بعد don't اللي هو talk، واكمل بقية الجملة. بس خلصت.
طبعا الباقي exercises من كتاب المعاصر نحلها، نحفظ بقى الكلمات بتاع الدرس ده ونحل عليه. وطبعا ما نحلش واجب الفوكاب غير لما نحفظ الفوكاب ونقرا الدرس كويس بس. وده كل حاجة. دمتم في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.